فينا اللي على اخر لحظه ما تلقاش ديماكيون، ما تلقاش لا فيرني اللي حباتو، ولا يفضلها تثبيت الحواجب. هادي كامل حنا نطيحوا فيها. سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم ملاحه. اليوم جيتكم فيديو جديد. هذا الفيديو البنات اعتبروه المنقذ في اخر لحظه. اليوم انا راح نعطيكم افكار تنقذنا احنا البنات في اخر لحظه، وعبالي بلي راح تدعيوا لي بالخير. كملوا هذا الفيديو للاخر باه تشوفوا هذه الحيل وتستفادوا منها في اخر دقيقه، واللي يقولوا لها في الدقيقه 90. واول حيله البنات اللي راح نمدها لكم واللي هي انه كيف تضلك الديماكيون تاعك ولا موزيل المكياج تاعك ما تحيريش وما تقلقيش. اذا كان عندك زيت جوز الهند، جيبي زيت جوز الهند وحطيه في يدك، ذوبيه ومن بعد حطيه في وجهك. شوفوا البنات، صراحه وبصدق زيت جوز الهند احسن من مزيلات المكياج الكيميائيه، لانه اول حاجه طبيعي، تاني حاجه راح يذوب لك المكياج اللي في بشرتك، وثالث حاجه راح يرطب لك بشرتك بعد ما تغسلي وجهك، يعني 3 في 1. اذا فضلك مزيل المكياج ديري زيت جوز الهند. وتاني حيله البنات اللي نقدر نمدها لكم واللي هي انه كيفضلك المثبت الحواجب تاعك ما تقلقيش، لانه عندك حل، واللي هو تجيبي جل صبار وتحطي منه بالفرشة تاعك، تحطي شوية من جل الصبار ورايحة تثبتي به حواجبك. جوست ما تكتريش منه ياسر، غير كمية خفيفة على حواجبك، وراح يثبتوا حواجبك خير من مثبت الحواجب. عن تجربة ديروها البنات وتفكروني. وثالث حيلة واللي هي صراحة أنا عندي من المفضلات، لأنه راني حكيت لكم ديجا عليها من قبل ونبقى نهدر عليها في كل فيديو، لأنه صراحة شفت عليها فايدة كبيرة وجمال طبيعي، يعني أنا مانيش راح نستغنى عليها حياتي كاملة، واللي هي أنه كيفضلك مرطب الشفاه تاعك ما تقلقيش. نو، إذا عندك زبدة الشيا ديري زبدة الشيا، رطبي بزبدة الشيا وراح يعطيك ترطيب هايل وأحسن من مرطب الشفاه. لأنه البنات أنا صراحة كان عندي مرطب الشفاه وأنا استغنيت عليه، بالعكس وليت نرطب الشفاه تاعي بزبدة الشيا وشفت عليها ترطيب ونعومة ولمعان روعة. وش راح نقول لكم، تهبل. استبدلي مرطب الشفاه تاعك بزبدة الشيا. والحيلة الأخيرة اللي نقدر نمدها لكم واللي هي عن تجربة شخصية، واللي هي البنات إنه بديل البوتوكس اللي هو مكعبات الثلج. عن تجربة البنات، درت واحد الوقت مكعبات الثلج كل صباح نديرو على وجهي، جوست نمشي هذاك المكعب تاع الثلج على وجهي كامل. البنات صراحة وبصدق لاحظت انه الخطوط تاع التجاعيد هذيك الرقيقة تاع البير تاعنا تاع وجهنا، لاحظتها انها اول حاجة راحت، وتاني حاجة انه التفتيح، بشرتي ولات مفتحة وفيها نضارة، ورابع حاجة انه بشرتي مش دودة كأني مدايرة بوتوكس. مي هذا البوتوكس هذه المرة بوتوكس طبيعي. أي وحدة عندها تجاعيد خفيفة في بشرتها، تجاعيد تاع التعابير تاع الوجه، ولا بشرتها تحسها باهتة تعبانة،
أنا ننصحك من قلبي أنك ديري مكعبات الثلج. وصلنا البنات لآخر هاد لا فيديو، إن شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا من هاد الحيل اللي عطيتهم لكم، وإن شاء الله يا ربي تكونوا استمتعتوا تانا بهاد لا فيديو. وما تنساوش تبارطاجيو هاد لا فيديو مع صحاباتكم، حباباتكم، خواتاتكم، حتى هما يستفادوا من هاد الحيل. اذا ما زلتي ما اشتركتيش في القناه، واش تستني باه تشتركي؟ اشتركي في القناه وفعلي الجرس، لاني متاكده انك راح تستفادي في القناه تاعي. ديري لي جام وخلي لي حيل واحده اخرى انتي موالفه ديرها، خلينا نستفادوا من بعضنا. في امان الله، نحبكم.